السلام عليكم البنات، جيسبر تكونوا مزيانات. اليوم بغيت ندوي معكم في واحد الموضوع سنسيبل اللي يقدر يكون سبب في انه يجرح وحده فينا. كاين نوع من الناس كتعطيه وقتك، قلبك، كتضحي، كتسكتي وكتسامحي، كتعاودي من جديد معاه كل مره، ولكن نهار كتغلطي انتي ولا كتخرجي غير كلمه بسبب انك عييتي كينسى كل شيء وكيشد في داك الغلط كأنه سلاح ضدك. كاينين الناس ما عندهمش الذاكره ديال الخير، سبحان الله، عقلهم كيسجل غير اللقطات اللي انتي كنتي فيهم غالطه وكيطفي الضوء على كاع الايام اللي كنتي فيهم مزيانه. اول حاجه نبداو بها هي كيفاش كيكون هذا النوع. هاد لو جونغ ديال الناس ما كيشوفكش انتي كانسانه، كيشوفك روبو ديال العطاء. هو الا غلط ولا جرحك ولا مشى ولا دار اي فوت سي با غاف، انت خاصك تسامحيه وتدوزي هذاك الشيء كامل. ولكن فاش انت كتغلطي ولو غلطه واحده ولا جوج في ديك الغولاسيون كامله كيتقلب كل شيء وكيبدا يشوفك انك انت السبب في العلاقه ما صدقاتش، وانك انت ما عندك لا قيمه لا احترام، وانه هو كيدير لي فوق وهو ما داير لك والو وانت اللي كتغلطي. من الاخر كيلصق فيك واحد التهمه اللي انت ما دايرهاش باش يحمي الصوره ديالو ويتهرب من الاعتراف انه هو اللي ما فيش الخير. كيردك انت اللي خايبه وانت اللي غلطه، ويقدر يدوز عام عامين يبدا يعاود لك نفس السيناريو باش ديما انت تحسي براسك انك غلطه في حقه وانه هو مسكين ظريف وصبر عليك. اللي خاصك تعرفيه هو هاد النوع ديال الناس واخا تعطيه عينيك وتسامحيه على 1000 مشكل، واخا تبكي وتضحي وتخسري صحتك، غينسى كل شيء سويي سيغ. كيبقى عاقل غير على النهار اللي ما قدرتيش تعطيه، ولا على الكلمه اللي خرجت من فمك شي نهار وانتي عيانه بسببه اصلا. فهاد لو جونغ هذا ديال العلاقات كتبقى انتي هي المذنبه الوحيده، ولو انه هو دار بزاف ديال لي فوت ودار مكفس من هذاك الشيء اللي درتي انتي بكثير، تيولي هو الضحيه. هاد النوع هذا ديال الناس ماشي كيحصلك مثلا غلطتي، هو كيبدا يقلب ويبقشش ويحاول يجبد منك شي غلط باش يشدو ضدك، باش يبقى ديما يقول لك وانتي فعلتي وانتي تركتي وانا صابر عليك وانا وانا وانا، وانتي تما كتبداي تلومي راسك وكتولي تكذبي على راسك، كتقولي ربما انا فعلا ما كنستاهلش، ربما انا بصح غلطت معاه، وقيلا ضريته، وقيلا هادي، لانه هو ما كيسلطش الضوء على الاخطاء ديالو. ما عمره غيقول لك انا درت، ولو تجبدي معاه هادشي غيقول لك انتي السبب حيت انا غلطت. يعني ديما انتي غتبقاي انتي اللي غلطه في ديك لا غولاسيون. ودابا ندويو على التاثير النفسي وشنو كيدير فيك هادشي هذا. في هاد العلاقه كتفقدي راسك شويه بشويه، كتولي ديما في حاله لوم، كتسولي راسك كل نهار واش انا السبب، علاش هاد العلاقه خسرات، علاش ما بقيناش كما كنا، واش فعلا انا ماشي كافيه، واش انا ما كنديرش فوق جهدي. كتولي عايشه في توتر، في عدم امان، كتخافي تغلطي، كتخافي تعياي، كتولي تحسي ان وجودك مرتبط بالعطاء ديالك ماشي بشخصيتك ولا بالحقيقه ديالك. لا، خاصك تبداي تعطي اشاك فوا، وخاصك ما تغلطيش انتي، وخاصك تسامحي ديما، لانه هذا الشخص واحد النهار سمح ليك ديك انتي خاصك تسامحيه ديما. دونك ما كتبقايش حقيقيه في هذه العلاقه. ودابا اجي نشوفوا علاش كيدير هكا هذا الشخص. راه ماشي حيت انتي ناقصه، هو اللي ما بغاش يعترف، حيت الا اعترف بالخير اللي درتيه غيضطر يعترف انه هو غلط في حقك وغيضطر يعتذر. هو ما باغيش هذا الشيء هذا، باغي ديما يكون هو في النيفو ديال القوه وتكون انتي في الضعف. هذا النوع هذا ما تيكون عنده لا قلب باش يعتذر ولا شجاعه باش يواجه راسو، فما بالك يواجهك انتي. ديكو شنو هو الحل اللي كيلقى؟ هو انه يشد في واحد الغلط صغير درتيه ويكبرو ويردو كبير بزاف باش ما يبانش هو اللي خاسر. اشاك فوا تيبدل الموضوع وتيخلق الدراما باش انتي تبداي تشكي في راسك، ويبقى مرتاح في دور المظلوم وانه هو مسكين وانتي تعديتي عليه وانتي خايبه وانتي فاعله. اهم حاجه خاصك تعرفيها هي كيفاش تخرجي من هذا الفخ. اول حاجه قولي لراسك انك انتي ماشي بارفيت، اوكي انتي ماشي مثاليه، ولكن راه هذا اصلا ماشي الدور ديالك في الحياه. انتي انسانه عندك قلب زوين وهادشي كافي. تكون نيتك صافيه هذا كافي. الا ما كانش هذاك الشخص شايف هادشي هذا يدبر راسو. انتي ماشي مسؤوله تكوني مثاليه، انتي ماشي ملاك. ما تخلي حتى شي حد يحملك الدور اللي ماشي ديالك وديري شي حاجه
ما خلقيتيش ديريها اصلا. تاني حاجه، ما عمرك تخلي شي حد يخليك تشكي في القيمه ديالك، غير حيت عييتي شي نهار وقلتي صافي بركه يولي يقول لك انتي ما مزياناش وانتي خايبه وكنتي بنت الناس، وداك الديسكور اللي كلنا سمعناه. هادشي هذا ما تخليهش ياثر عليك. حاجه اخرى، هذيك لا بيرسون اللي كتجي اصلا باش تهاجمك، باش تقول لك انتي درتي وانتي فعلتي، بلا ما تحاولي تشرحي ليه، بلا ما تحاولي تبرري المواقف ديالك، لانه ما غاديش يفهم. واخا تبداي تهضري حتى الغدا، حيت هو ما باغيش يفهم، هو مرتاح في انه تيق انك انتي خايبه وهو مزيان. وحاجه اخرى، عافاك، ما عمرك تكملي في شي حرب كتخسري فيها صحتك باش ترضي شي واحد اخر، شي واحد اللي اصلا نسى خير كامل وشاد غير في واحد الفوت، سواء كانت علاقه حب ولا صداقه ولا اللي بغى يكون في هذه الدنيا. ما عمركي تكملي في شي حرب اللي كتخسري فيها صحتك على قبل واحد بنادم اللي اصلا كينكر الخير. يعني ما ديش يعرف هذاك الشيء كامل، نهار غتقولي لي عييت غيقول لك شكون قال لك لا ديري هذا الشيء واش انا طلبتك. هذيك الطاقه اللي كتضيعيها باش تبرري البنادم، اوكي المره الاولى كنطلبوا السماحه وكنشرحوا اون سول فوا، الا الانسان ما بغاش يفهم ما كنبقاوش كنضيعوا في طاقتنا باش نبرروا ليه. ردي هذيك الانرجي وبني بها نفسك ووازني بها طاقتك وردي بها قوتك، وديك الساعه غتولي كاع ما محتاجه هذيك لا بيرسون اصلا تفهمك ولا كاع لا تفهم دبر راسها. الحاجه اللي بغيتك تاخدي من هاد لا فيديو هذه هي تفهمي باللي ما كاينش شي حد غيبغي يخرجك من حياته ولا ما غيقدرش يكمل معاك وغيقول لك انا راني خايب. لا، هو غيقلب على شي فوت فيك وغيقول لك انتي السبب، حيتاش الناس ما كيقدروش يواجهوا. دونك انتي ماشي ضروري الا جا شي حد قال لك وراه الاخطاء ديالكم السبب تيقيه. ديما حاولي تفكري بدماغك، ماشي اي فكره جاتك تتقبليها وتجلسي كتجلدي في راسك وحشومه عليا وانا ضريته وانا ما طلعتش بنت الناس. بقيت ادي في راسك علاش هادشي كامل مالنا؟ لا، جلسي وفكري بدماغك اشنو درت ليه، واش ما درت والو صافي دبر راسو. الا بغى هو يفكر هكاك وياخذ ديك الفكره هو حر في حياته، انا ما غاديش نبرر ليه. بيني وبين راسي عارفه ما درت حتى شي حاجه، بالعكس هو اللي دار وعاود دار وسمحت ليه با مال دو فوا. الناس اللي كيعقلوا غير على الغلط وما كيقدروش الخير والمزيان اللي درتي ما كيستاهلوش تعتذري ليهم. ما تبقايش تشرحي، ما تبقايش تحاولي، راه المزيان اللي درتي ماشي انتي مسؤوله انك تشرحيه، الواجب ديالهم هما انهم يقدروه. الا وصلتي ليطاب ديال انك بديتي كتضري في راسك غير حيت واحد الشخص قنعك انك انتي كنتي غلطه في حقه وتبداي ديري ليه فوق، واحد الانسان كيعقل غير على الحوايج الخايبين والسلبيه وما باغيش يعقل على الحوايج الزوينين حيت هو اختار هذا الشيء، هو باغي. راه جا الوقت فاش تقولي انا كافيه وانا مستاهله شي حاجه احسن من هذا الشيء وتمشي بحالك بسلام. صافي خليه، ما تحاوليش معاه انه يفهم باللي انتي واحد البنت زوينه وباللي خليه اللي داه البحر كيعيا وكتجيبو الموجه. ما عمركي ما تبداي تحاولي تبيني للناس باللي انتي واعره وعندك قيمه وباللي حشومه عليهم ضروك. صافي خليهم ياخذوا الفكره اللي بغاو يمشيو، وراه الوقت كتوري وكتقري ويا الله طويله غيتلاقاو ناس اللي خايبين بصح وديك الساعه غادي يعرفوا القيمه ديالك، وهنا غادي تحداك الحياه وياك ترجعيهم لحياتك مره اخرى.